متسول اعتاد الجلوس على أحد أبواب المتحف الوطني في إحدى الدول العربية، فمر عليه سائح أجنبي فقال للسائح لله. السائح قال له وط. المتسول قال له لله. السائح قال له وط، حد ما يأس المتسول وأخذ نفسه ومشي. فالسائح أخذ له صورة للذكرى. وبعد ما السائح رجع بلده اتصل على واحد صاحبه عربي بيعمل في جامعة أمريكية، قال له يعني إيه كلمة لله؟ فصديقه قال له إن ده راجل فقير وكان محتاج مال عشان ياكل ويشرب. فالسائح قلبه انفطر، قرر يرسل للفقير $1,000,000. فالسفير اول ما شاف $1,000,000 قال كفايه عليه $200,000 بس. وبالفعل ارسل $200,000 للمحافظه اللي بيعيش فيها الفقير. المحافظ اول ما شاف $200,000 قال كفايه عليه $2,000 بس. وبالفعل حط الباقي في جيبه وارسل $2,000 لمدير المنطقه اللي بيعيش فيها الفقير. فالمدير شاف ان $2,000 كتير قوي على الفقير، قرر يرسل له $200 بس. وارسل $200 لمركز الشرطه. الضابط شاف $200 وقرر ياخدهم ويعطي للفقير $20 فقط. قال ده حلوين قوي عليه، ده يعيشوه سنه. فالضابط نادى على العسكري وقال له تعالى خد $20 دول يعطيهم لفلان. العسكري خد $20 وراح للراجل الفقير وقال له فاكر السائح الامريكي اللي قعدت تقول له لله؟ بيقول لك الله كريم وربنا يحنن عليك.